السلام عليكم يا شباب. أنا عبد الرحمن أسامة، والنهاردة معانا محمد طارق، ودي الحلقة التاسعة من Product Strategy and Design. النهاردة بنتكلم في موضوع: لو أنا عايز أبدأ أبدأ ستارت اب، أبدأ بيزنس، أعمل ابلكيشن يبقى يعني برودكت، يبدأ بقى يبقى عليه ريتنشن وعليه يوزرز ويبدأ يحقق ريفينيو والكلام اللطيف ده كله. ابدا ازاي وابدا منين؟ هل هنزل اعين 2 ديفلوبرز ونبدا نشتغل على طول، ولا ايه الخطوات اللي المفروض امشي فيها؟ فالنهارده معانا محمد طارق، يعني كان في الفيسبوك كاتب بوست عن الموضوع ده. فالحقيقه الموضوع ده يعني من ضمن اكبر المشاكل اللي بنواجهها، ان في ناس كتير انا بيجي لي فكره ابدا انفذها على طول، ما فيش بقى استراتيجي، ما فيش مانجمنت، ما فيش كده. فالنهارده كنا عايزين انا ومحمد طارق نناقش الموضوع ده. هسأل محمد طارق في الموضوع وهيعرف نفسه، وبعدين نبدأ نناقش الموضوع ده، ايه الخطوات وايه الطريقة اللي نعمل بيها الموضوع ده مظبوط. اتفضل يا باشمهندس. شكرا جدا يا عبد الرحمن. انا طبعا يعني بشكرك ان انت خليتني اجي النهارده معاك في Product Strategy and ازاي؟ Design. دي حاجة تشرفني اكيد. مبدئيا انا محمد طارق، انا Senior Product Manager في اي فاينانس، وبدأت مع البرودكت من حوالي 9 سنين. بدأت بالستارت اب بتاعتي. الستارت اب بتاعتي من 9 سنين كنت من ضمن الناس اللي هي عملت الغلطة دي. مم. فرحت في البداية فكرت في الفكرة، كنت عامل سوشيال ميديا بلاتفورم، وبدأت إن أنا حتى في البداية رحت كلمت شوية الناس اللي هم قريبين مني وسألت الأسئلة الغلط، فبدأت الناس تديني الفيدباك اللي أنا عايز أسمعه عشان ما سألتش الأسئلة الصح. مم. فبدأت إن أنا اتشجعت ورحت جايب تيم ديفلوبرز، وبدأت إن أنا أشتغل معاهم لمدة 2 و3 و4. مم. وفي النص عملت بيفت عشان خاطر انا ما اتعلمتش ساعتها ازاي ان انا كنت ابني برودكت. ما اتعلمتش ان في حاجه ساعتها اسمها MVP. ما حدش قال لي يعني ايه MVP، والام في بي ده المفروض ان احنا لو انت عندك فكره كبيره او فكره فيها محاور كتيره، ازاي انك انت تبتديها باقل التكاليف، تنزل تتست الماركت في اسرع وقت، ما تهدرش موارد كتير، وما تاخدش وقت طويل جدا عشان خاطر انك انت تنزل بحاجه سوق. فده خلاني ان احنا نزلنا، وبعديها ب2 سنين ونص حفرقه مع الانفسترز ومع مع الانكيوبيترز والاكسلريترز. يعني انا تقريبا عندي ريكورد عند الانكيوبيترز والاكسلريترز. انا قدمت فلات 6 لابس مثلا بتاع 6 مرات، مش عارف مين 5 مرات، مم. كلهم يعني. ده غير الانجل انفسترز اللي قابلتهم. وكان دايما الحمد لله انا كان عندي برضو نقطه ان انا بعرف. انا كان في ونيد واضحه عند الناس، بس انا ما عرفتش اثبتها. مم. ليه؟ عشان البرودكت اخد الريسورسز اللي كانت موجوده عندي. التيم اللي كان موجود عندي بدأ ان هو مع الوقت يزهق، ان احنا عمالين بنشتغل في حاجه حاجه وحشه موجوده في البرودكت مانجمنت عندنا، ان انت تبقى شغال حاجه اسمها فيتشر فاكتوري. مم. فيتشر فاكتوري ان انت قاعد عمال تديفلوب في فيتشرز وانت مش عارف انت بتعملها ليه وبناء على ايه. انت مجرد بتعملها عشان انت حاسس ان المفروض الابلكيشن بتاعك يبقى فيه الفيتشر دي، مم. او يا سلام لو الابلكيشن بتاعي فيه الحاجه دي، ده ابلكيشن فلان فلان عامل الحاجه دي، فتقعد تكونسيوم وقت ومجهود وفلوس مم. عشان خاطر تديفلوب مجموعه فيتشرز انت اصلا مش محتاجها دلوقتي، حتى لو هي لازم تبقى موجوده في البرودكت، بس انت مش محتاجها في مرحله البدايه. مم. الستارت اب او الديجيتال ابلكيشن او الديجيتال سولوشنز بشكل عام، هي في الاول وفي الاخر بيزنس. مم. وهي في الاول وفي الاخر انت بتفتح شركه زيك زي اي حد بيفتح شركه. الفكره كلها انت دلوقتي لما عايز تفتح شركه معناها ان انت هتقدم حاجه للعملاء، فانت محتاج تكلم العملاء الاول، مم. محتاج تتست اصلا الهايبوثيسز اللي عندك دي او الفرضيه اللي في دماغك دي، انه الفكره اللي انا عايز اقدمها او الحل اللي انا بقدم، المنتج اللي انا بقدمه، الخدمه اللي انا بقدمها للناس، هل فعلا الناس عايزاها ولا لا؟ مم. فده الناس كتير جدا بتغفله. وعشان تقدر ان انت تاخد نون بايزد فيدباك من الكاستمرز بتوعك، انت اولا محتاج تفهم الكاستمرز بتاعتك، وتقدر انك انت تحدد ازاي تسأل السؤال عشان ما يتردش عليك باجابات اللي هم هيضحكوا عليك بيها، او اللي انت او اللي انت سألت السؤال موجه، طبيعي ان هو يرد عليك بالاجابه دي.
واكتر غلطه الناس بتغلطها ان هي لما تروح تكلم الكاستمرز بتوعها تسالهم لو انا عملت لك ابلكيشن بيعمل كذا هتنزله وتستخدمه ولا لا؟ لو انا عملت لك ابلكيشن عليه مثلا منتجات معينه هل هتشتريها ولا لا؟ السؤال ده غلط. الاسئله المفروض انك انت تعرف ان الاسئله المفروض انك انت تسالها للكاستمرز بتاعتك عشان تجمع فيدباك نون بايزد او مش متحيز مش موجه. هو لازم تبقى اسئله open ended questions. لازم تبقى اسئله انت اللي عايز تفهم العميل، انت مش بتوجهه. فلا انت بتقول له مثلا زي مثلا لو انت دلوقتي في كتاب مشهور جدا جدا بيتكلم على النقطه دي اسمه The Mom Test. وده انا زمان اتعمل لي ريكومنديشن ان انا اقرا الكتاب ده، واي حد دخل في اي انكيوبيتر او اكسلريترز وارد ان هو يكون اتقال له ان انت اقرا الكتاب ده. الكتاب ده يا جماعه هو اسمه ذا مام تيست علشان خاطر لو انت دلوقتي جالك فكره وفكره بيزنس واقرب حد هتجري عليه في الطبيعي يعني وتقول له الفكره بتاعتي دي ايه رايك فيها، هيكون والدتك. ده حقيقي. هتقول لك حلو يا حبيبي. ايوه بالظبط كده. ايوه. فالكتاب بيعلمك ازاي انك انت تسال الاسئله لوالدتك من غير ما حتى من غير ما هي ترد عليك، وترد عليك من غير ما ترد عليك ردود متحيزه. من ردود عشان خاطر انت ابنها، فهترد عليك رد هيضللك ويبتدي انك انت يشجعك بطريقه غلط، فتبتدي تاخد اكشنز وتنفست فلوس وتنفست وقت وتنفست مجهود، واحيانا تضحي بحاجات جدا كتير جدا في حياتك عشان الفكره اللي انت مقتنع بيها، اللي انت بناء عليها بنيت ثقتك فيها على الرأي ده. فالكتاب بيعلمك ازاي تسأل السؤال، فالسؤال لازم يبقى بشكل اندايركت للكاستمر، ما بتذكرش فيه نهائي السولوشن اللي انت عامله، انت بتسأله عن مشاكله في النقطة الفلانية. يعني مثلا لو سألنا مثلا على مثلا لو قلنا ان احنا قبل الابليكيشنز بتاعت الطلبات والابليكيشنز بتاعت الاكل والكلام ده كله، لما الناس دي كانت بتعمل الفكرة بتاعت اطلب زمان، مثلا باشمهندس ايمن راشد زمان كان بيعمل فكرة اطلب، وقبليها تفتكر هو كان بيسأل الناس ايه؟ هل كان بيسألهم انه انا لو انت عملت لك ابلكيشن في مطاعم كذا كذا، في الغالب ممكن الناس تقول له ده جميل حلو جدا، وفي ناس تقول له ازاي يعني انا هشوف المنيو ازاي والمطعم ده مش ضمني بيه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فلا انت بتسأل الاول الاسئله. انت دلوقتي لما بتحب تطلب اكل من مطعم بتعمل ايه؟ فيقول لك انا مثلا بدور، طب لو انت ما عندكش المنيوز بتاعه المطاعم هتعرف المطعم منين؟ طيب طب لو انت المنيو ده من معاك من زمان، انت النهارده هتعرف الاسعار بتاعتها ازاي؟ وتسيبه هو اللي يتكلم، تسيب العميل هو اللي يتكلم. من الكلام العميل بتاعك بتبدأ تحدد المشاكل بتاعته، وهو بيواجه المشاكل دي ازاي، وهو متوقع ان الحل بتاعت المشاكل دي ايه. بعدين بتاخد الكلام ده كله، وبعدين تبتدي انك انت تعمل حاجه اسمها بعد كده empathy map، انك انت تشوف الكلام ده الفيدباك اللي جه ده، وتبتدي انك انت تحلله عشان تحدد حاجه اسمها الموست بيزك expected needs. الراجل ده لو انا دلوقتي عايز افتح مشروع وعايز بس اتست بس بحاجه بسيطه خلاص، عشان اعرف الفكره اللي في دماغي دي جايبه همها ولا مش جايبه همها، هل في الناس هتبقى مستصيغاها. ايوه هي دي مستصيغاها ولا لا، هتبقى عايزاها فعلا ولا لا، من غير ما تحمل تكليف عاليه، من غير ما تاخد مني وقت طويل جدا في ايا كان بقى، في برمجتها، في تصنيعها، في انشائها، في وات ايفر مراحل التنفيذ الفعلي للفكره نفسها. لازم انا اتست الموضوع. مثلا في نوع من انواع الام في بيز اللي مثلا عملتها زمان دروب بوكس عملت نشرت فيديو وخلت وحطت زي حاجه زي جوجل فورمز، شرحت فيها الفكره في الفيديو، وقالت للناس لو انتوا حابين الفكره خشوا سجلوا. فالناس لما سجلت بقى عندهم تقريبا مش عارف اكتر من 4000 ولا 40,000 واحد مسجل،
فخدوا الداتا دي وراحوا بيها الانفسترز، راح مديهم فلوس، راحوا بانين السولوشن قبل ما يبنوا بقى ابلكيشن ما عملوش اي حاجه. اللي انا عارفه برضو وما اعرفش المعلومه دي، مش ما دورتش اذا كان ليها مصدر ايه ولا لا، بس مثلا اللي انا عارف ان سويفل مثلا في البدايه بداوا الام في بي بتاعهم، وحتى لو تفتكر كانوا حتى هم موجودين في البرنامج بتاع الفرصه، تمام، من غير بقى ما معاهم ابلكيشن اصلا، وكانوا اوريدي محققين رحلات. طب ازاي؟ عن طريق ان هم كانوا بيحطوا ورقه فيها رقم تليفون، خلاص لو انت عايز تروح المكان الفلاني كلمنا على الرقم الفلاني، وهم من ورا ينسقوا مع سواقين الاتوبيسات، وتبتدي بعد كده ان هم الناس تركب معاهم ويبلغوهم بمواعيد الحجز ويحصلوا الفلوس من ساعتها، فبداوا يعملوا رحلات. انت كده عملت فاليديشن للفكره من غير ما تستثمر فيها جنيه. انا فاكر كان المبلغ اللي انا سمعته زمان على الفلوس اللي هم استثمروها في في الابلكيشن بتاعتهم او في الفكره بتاعتهم كام في بي، كان تقريبا حوالي 15,000 جنيه، مش اكتر من كده. 15,000 جنيه ده مثلا هتلاقيها مصاريف ايه على فتره فاهم، على فتره. و15,000 جنيه ويمكن الرقم كان يكون اقل من كده كمان. ف ف فالفكره انك انت ازاي تبتدي من غير ما تحمل نفسك تكلفه عاليه في اسرع وقت. ال MVP يا جماعه، عشان برضو في ناس فاهمه الرول او فاهمه فكره ال MVP غلط. ال MVP مش معناها انك انت تحط فيها كل الفيتشرز اللي في دماغك وتنزل بيها السوق تتست بيه الماركت. لا، انت ال MVP الهدف منه انك انت تحط في ال MVP اللي احنا جمعناه بقى من الكاستمر انترفيوز اللي في الاول ده، طلعنا منه البيزك اكسبكتد نيدز، الحاجه الاساسيه اللي الناس محتاجاها. يعني انا عايز اطلب اكل، فمحتاج دلوقتي افتح الابلكيشن الاقي مطاعم، اختار وجبه اشتريها، مش محتاج اكتر من كده. ده ال MVP، ده اللي احنا نعمله، ننزل بيه السوق نتست فكره ان الناس هتطلب اكل اونلاين ولا لا، مش ان انا اعمل كل الفيتشرز اللي تبقى الناس محتاجاها. في مثال تاني مثلا على Airbnb قبل ما يبنوا البرودكت بتاعهم، قبل ما يعملوا اي حاجه، كانوا بيروحوا يعملوا ليستنج للشقق والكلام ده برضه بالتليفون، ويحطوها على موقع تاني زي اولكس ودوبيزل اللي موجود دلوقتي اسمه كريجز ليست. فالناس تروح تبص على كريجز ليست تلاقي الشقق بتاعت Airbnb، فتكلم رقم التليفون اللي محطوط فيكونفيرموا الحجز. واحده واحده راحوا مزودين شويه، قال لك طب ازاي ان احنا نحسن شويه، فقال لك طيب احنا بداوا ان هم اول حاجه يعملوها ان هم انفستوا في جوده التصوير، مش في البرودكت، مش في الابلكيشن، لا، بداوا ان هم ينفستوا في جوده التصوير بتاعه المنتجات المعروضه، ويشتغلوا على الكلام ده. وبعد ما حسنوا لقوا انه عدد الناس اللي بتكلموا زادت. بقى موقع كريجز ليست نفسه بعد فتره طويله اكتشف ان مبيعات العقارات او الناس اللي مثلا بتأجر او تشتري او كونفرجن ريت على العقارات قلت كتير جدا. بعد فتره اكتشفوا ان في حاجه اسمها Airbnb طلعت. يعني على فكره، يعني الخطوه بتاعه تحسين جوده الصوره عملوها برضه المنيوز. عملوا نفس الخطوه، عملوا انفستمنت كده، جت فتره عملوا انفستمنت في تصوير الوجبات علشان يبقى كونتنت جيد عندهم، عشان الناس تخش وده فرق معاهم جامد جدا فعلا في الجروث ريت ساعتها. حاجه برضو من الحاجات اللي انت ذكرتها موضوع الكاستمر انترفيوز اللي في الاول، ومهم قوي بستريس على النقطه اللي انت ذكرتها، ان انا اسال اليوزر في البروبلم مش في السوليوشن، لان الخط اللي ما بين البروبلم والسوليوشن ده احيان كتير بيدوب مننا. يعني احنا كديزاينرز او برودكت مانجرز او ناس بتانوفيت عموما دايما بننط على، يعني بنفكر دايما في السوليوشن وما بنركزش قوي مع البروبلم. فانا دايما عايز اسال اليوزر ايه رايك في السوليوشن ده، لو شفت الحاجه دي هتعملها ولا لا. ما اعرفش بقى هو عنده يعني بروبلم عنده كبيره قد ايه، فانا محتاجه ايفالويت البروبلم هي عنده ولا لا اصلا. ومش كفايه انها تبقى عنده، يعني محتاجه تبقى عنده وتبقى بين جامد، ومحتاجه انها تبقى بين عند ناس كتير. يعني البين محتاج يبقى جامد ويبقى عند ناس كتير، مش كفايه انه يبقى جامد بس عند ناس قليله، ولا انه هو عند ناس كتير بس يعني يعني شغال ممكن نعديه. فدي من ضمن الحاجات برضو اللي مظبوط. هو فعلا اكتر حاجه بتواجهنا
مع الستارت ابس واي ستيك هولدر عامه يعني، بيجي يقول لك احنا عايزين حاجه بتعمل كذا، اللي هو السوليوشن. طيب فانا هنا في كتاب جميل قوي اسمه ستارت وذ واي. خلاص، نفس الفكره. ابدا بليه دايما قبل ما تفكر في الفكره. ابدا بليه هفكر فيها اصلا، ليه هعملها. لما كنت دايما كان بيبقى فيه ستارت ابس كتير بتكلمني، فالاقي انا عايز اركز معاه على ايه المشكله اللي الكاستمر سيجمنت بتاعك بيعاني منها، علشان خاطر اصلا تفكر في الحل بتاعك. مش يمكن الكاستمر سيجمنت بتاعتك عندها مشكله بس في حته تانية خالص، مش الحته اللي انت يعني انت يعني انت فكرت في حته كويسه، يعني انت فكرت في مجال كويس، بس ايش ضمنك ان فعلا النيد اللي انت بتقول ان انت عايز تعملها فولفيلمنت هي دي النيد بتاعت الناس، او ان المشاكل اللي انت عايز تحلها دي هي دي فعلا المشكله بتاعت الناس. انت كلمت الناس نفسهم؟ لا، هي بتبدا بانها بتبقى في مشكله عندي انا، فانا بفكر لها في حل، وبيبقى الحل ده مثالي ليا انا، فالمشكله بتاعتي والحل بتاعي. ولما يجي حد يقول لي انت يعني انت عملت ريسيرش او انت اتكلمت مع الناس ده، يقول لك ما هو انا اليوزر. دي طبعا اكتر حاجه بنسمعها. فدايما عندنا تخيل ان الحاجه اللي انا شايفها هي دي اللي كل الناس شايفاها، ولو حد شايف غير كده يبقى هو اللي غلط، مش هو ده العادي. هدي كيس على النقطه دي بالظبط. خلي كده عشان ده بس اوكي. هدي كيس على النقطه دي بالظبط. من كام سنه كنت برضو في انكيوبيتر من الانكيوبيترز، وكان في حد متخصص في الكونسيومر بيهيفير كان بيكلمني، ودكتور معروف يعني. فقال لنا على مثال هو نفسه عاناه، لان هو بيشتغل ككونسلتنت للشركات وكده. فزمان كان في شركه يمكن لسه شغاله لحد النهارده بتنتج لانشون، خلاص، مشهوره جدا وليها براند كده مسمع مع الناس، تالي معظم الناس هتفتكره يعني. فجم في فتره واخترعوا لانشون سمك او لانشون جمبري، حاجه كده يعني. تمام. فالماركتنج تيم عنده، وان هما الشركات دي ما بيبقاش عندها برودكت، بس الماركتنج تيم عنده قالوا له لا، يعني ما فيش، قال لهم انا بحبه. تمام، يعني يا سلام لو بقى في لانشون سمك. وعلى فكره في السوق لحد النهارده في ناس فعلا منزله لانشون سمك، بس بنسبه قد ايه؟ تقريبا انت ممكن تكاد تكون انت ما تعرفش ان في حاجه اسمها لانشون سمك اصلا. عمل انتاج ضخم منه، وبدا يبروموت نفسه انه اول حد في مصر يعمل. عارف انت دايما اللي صارت يقول لك انا اول واحد اعمل الفكره دي. ما هو انت ما فكرتش ليه انت اول واحد؟ يعني انت ده مش محسسك بحاجه ان انت محتاج تنفست شويه في الفكره، محتاج ان انت تنفست شويه في ليه انا اول واحد؟ دي حاجه تقلق. لازم الستارت ابس اللي بتفكر ان هي تبقى بتعمل اول حاجه، اولا انت لازم تتاكد انك انت اول واحد فعلا، عشان في ناس كتيره قوي بتبقى فاهمه ان هي اول واحد، بس اكشلي هي مش اول واحد ولا حاجه. بيبقى في ناس كتيره طلعت قبلك وفشلت، فانت لازم تدور على الناس اللي فشلت دي. تاني حاجه ان لو انت فعلا بتعمل حاجه فعلا انت فيها اول واحد، دي حاجه لازم تقلقك مش تحمسك. دي حاجه لازم تخليك انك انت تتاكد 1,000,000% من الكاستمرز بتوعك ان انت فعلا بتعمل حاجه بتمس مشكله عندهم وبتحلها. ولما بنتكلم في حاجه بالفكره دي، فانت محتاج انك انت على الاقل تجمع فيدباك من ناس لا تقل عن 100 نفر. 100 نفر عشان تقول انك انت بتعمل حاجه بالجوده دي، حاجه لسه جديده. لان حاجه لسه جديده هتقعد تبيعها، هتقعد وقت طويل جدا عقبال ما تقنع الناس بيها، عقبال ما تقنع حد اصلا يجي يشتغل معاك فيها، عقبال ما تقنع ان حد يجي بارتنرشيب معاك فيها. فانت محتاج انك انت تكون فعلا معاك ما يثبت ان فعلا الحاجه الجديده اللي انت عامل لها انوفيشن دي في نيد فعلا ليها عند الناس، انت بتحل مشكله عند الناس. فلحد ما تنزل السوق وتبتدي انك انت يبقى عندك مينيمال فايبل برودكت اللي هو الام في بي، لازم تبقى انت مركز على المشكله فقط، وتحدد حاجه واحده بس هي دي اللي انت تنزل بيها الام في بي بتاعك، وهي دي الحاجه الكور اللي انت هتست بيها
اذا كان اصلا في نيد في الماركت ولا لا. وبعديها بعد ما خلاص تلاقي الناس تمام وعشان انت في البدايه لما هتعمل MVP هتلاقي الدنيا برضو ايه، مثلا الناس بتخش على الموقع، فده معناه ان الفكره appealing. طيب الناس اشترت؟ لا. طب تقعد تبص الناس ما اشترتش ليه؟ فلازم يبقى عندك تولز. التولز دي بتقول لك اهم من انك انت جبت العميل، اهم من انك انت تشوف على الداشبورد بتاع شركه المدفوعات اللي انت هتشتغل معاها او الداشبورد بتاعك انت حققت كام مبيعات. انت لازم يكون عندك شاشات تقول لك اليوزر اللي مشي بيمشي ليه، اليوزر اللي ما اشتراش ليه. لان الفيدباك ده هو ده اللي انت بناء عليه هتاخده وتحسن بيه البرودكت بتاعك عشان خاطر تكبره، وتبتدي انك انت بناء عليه تزود فيتشرز، تحسن الاكسبيرينس، تكلم سيجمنت تانية خالص، تبتدي انك انت تشوف انت ازاي هتتحرك في البرودكت بتاعك. بعد ما بتعمل ده بنبتدي نعمل برودكت استراتيجي، مش القبل. يعني خليني بس، الكلام جميل طبعا، بس خليني بس عايز يعني عايز كلام عملي وبسيط للناس. الخطوات، انا النهارده جات لي فكره، ماشي، عايز اعمل ستارت اب، عايز اعمل ابلكيشن، حلو، واتفقنا ان انا مش هنزل عين 2 ديفلوبرز واقول لهم يلا برمجوا. تمام، هعمل ايه؟ اتكلمنا ان احنا هنعمل اللي هو البروبلم سوليوشن، يعني فاليديشن، او ان انا مثلا هعمل كاستمر انترفيوز او كده. سالت الناس بطريقه نون بايزد، بطريقه غير متحيزه، وعرفت ان انا تحسست ان المشكله موجوده، وقدرت اعمل فاليديشن ان دي بروبلم حقيقيه وانها موجوده. مظبوط. وبعدين بدات اشوف طيب المشكله دي هنحلها ازاي، فبدات ان انا ايديت او افكر في سوليوشن. دلوقتي عايز اتست السوليوشن. اتفقنا ان السوليوشن ده عشان اتسته مش شرط ان انا ابني ابلكيشن. يعني في برودكتس عشان اتستها لازم اعمل ابلكيشن بفيتشرز قليله او بفيتشر واحده. فده نوع من انواع الام في بي. في ابلكيشنز وامثله انت ذكرتها ممكن اكون مش محتاج ابلكيشن اصلا، ممكن اكون محتاجه، يعني دي حاجه فيها اوبريشنز زي مثلا زي المثال بتاع سويفل اللي ذكرته، فعملنا مانيوال. او ممكن يكون حاجه هتتعمل بواتساب جروب او بفيسبوك بيج. مظبوط. زي مثلا مثال في مثال قوي جدا في الحته دي، الحريفه بتاعت نرمين. نرمين النمر اول ما ما بنتش الابلكيشن، اول ما بدات راحت عملت الفيسبوك جروب ولمت عليه كل الفريلانسرز اللي موجودين، ولمت عليه الشركات، وبدات تبقى هي بتعمل الاوبريشنز بتاعتها علشان خاطر تفاليديت الفكره اصلا. مع ان كان في مواقع تانية شغاله، كان سهل قوي تقول لك طب ما هو في اب وورك شغال، ومش عارف فايفر شغال، وفي ابلكيشنز تانيين بيعملوا الفريلانسنج. بس هي عشان خاطر عايزه تتست الماركت تاني من ناحيتنا احنا، وعلشان خاطر برضو تبتدي باقل الامكانيات، وعلشان خاطر تعرف فعلا تحدد ايه هي النيدز اللي تخلي الناس دي تبتدي شغاله. بقت دلوقتي الحريفه واحده من اقوى البلاتفورمز اللي موجوده في الفريلانسنج، اللي موجوده حتى في الميدل ايست كله. فلازم لمصلحتك انت كفاوندر، لمصلحه فلوسك، لمصلحه وقتك، صحتك النفسيه، علشان خاطر لما تنزل غلط هيحصل لك دروبس كتيره جدا في حياتك، هتأثر على صحتك النفسيه ليك والقدام. خد البرودكت بتاعك واحده واحده. الاحباطات اللي هتحصل لك ممكن ناس تستحملها، ناس ما تستحملهاش. كان في مقاله منشوره انه الستارت اب فاوندرز اكتر ناس محتاجه دكاتره نفسيين، فالكلام ده حقيقي، واحنا كبرودكت مانجرز برضه محتاجين دكاتره نفسيين، فالكلام ده حقيقي. فلا، خد الموضوع واحده واحده. ابتدي الاول كلم عميلك، اعرف عميلك، انت شغال عشان خاطر عميلك، اعرف مشاكله. زي ما عبد الرحمن قال، هنبتدي ان احنا نحدد ايه هي البيزك اكسبكتد نيدز، نحدد حاجه واحده بس او حاجات صغيره جنب بعض بس تدي فاليو واحده. يعني لازم يبقى بتدي فاليو واحده، ان الراجل ده يوردر، ان الراجل ده يوصل للي هو عايزه. اعملها بطريقه سهله مبسطه، مش شرط تحط في دماغك ان انا عشان اختبرها. اسال نفسك سؤال، لو انا حبيت ان انا اختبر الفكره دي من غير ما اعمل ابلكيشن هعمل ايه؟ وبعد كده شوف انت هتعمل ايه ونفذه. هو ده الام في بي. وانك انت ازاي تعرف تتست الام في بي بتاعك، تعرف امتى اقول الام في بي نجح، امتى اقول الام في بي ما نجحش، دي نقطه تانية. تمام. بالمناسبه دي برضو في كتاب هايل جدا اسمه تيستنج بزنس ايدياز. الكتاب ده من سلسله اللي هي البيزنس موديل والفاليو بروبوزيشن اللي هي بتاعت استراتيجايزر،
تقريبا رقم 4 أو 5 مش فاكر، اسمه تيستنج بزنس ايدياز. في اكسبيرمنتيشنز كتيرة جدا عشان تتست. منها الاكسبيرمنت ان انت تعمل لاندنج بيج على سيرفيس لسه مش موجودة وفيها كول تو اكشن، والناس لما تدوس على الكول تو اكشن يطلع لها رسالة ان احنا ستيل فيري سون او احنا لسه مش لانشت. فانت تشوف من عدد الناس اللي وصلوا على اللاندنج بيج كام واحد داس على الكول تو اكشن اللي هو كان يعني اللي هو قال انا عايز ده، وداس اللي هو باي او سبسكرايب او يعني. فدي اكسبيرمنتيشن مش هتكلفك حاجه باي موقع. دلوقتي المواقع بتتعمل بسهوله بحاجات ريدي ميد، وتكتب الرساله وايه الاوفرنج بتاعك وبتاع، وممكن تكتب البرايس ودوس هنا يعني بس عشان تتست هل فعلا طيب انا دلوقتي نزلت بالام في بي. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي يعني ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، ان معظم الام في بيز لما بتنزل ما بتعملش ماركت فيت من اول نزله. يعني غالبا الناس على عكس التخيلي انا، او على عكس تخيل اللي عامل البرودكت، متخيل ان اول لما انزل يجري هنجح. غالبا ما بينجحش، ففي ناس بتقع في الخطوه دي وتقول خلاص انا وتبطل. فدلوقتي انا نزلت وما نجحتش، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ طيب النقطة دي هي دي اللي أنا بالظبط كنت بتكلم عليها إنه أنت قبل ما بتعمل ال MVP وقبل ما تنزله السوق لازم تقعد مع نفسك تقول أنا إمتى هقول إن ال MVP ده نجح، إمتى هقول إن ال MVP ده فشل، إمتى هقول إن ال MVP ده تمام بس محتاج أحسن فيه شوية. خلاص. في حاجة اسمها product metrics. أنت لو دلوقتي بالنسبة لك البرودكت ده هدفك من الفاليديشن أو هدفك من ال MVP إن أنت مثلا تعمل عدد حجوزات او عدد شراء معين، فتقول مثلا انا هسوق مثلا في الام في بي او هنزل في الدايره اللي انا هنزل فيها هسيك منها مثلا 1000 واحد. لو ال1000 واحد دول جالي منهم 10% يعني 100 واحد انا هبقى مبسوط. طب لو جالي 5، طب لو جالي 1، دي اول حاجه. طيب ال1000 دول دخلوا على الموقع او دخلوا على الابليكيشن او عدوا من قدامك، ما انت ممكن تبقى مثلا زي ما قلنا سويفل كان بيحط رقم تليفون وممكن تعمل نفس القصه. طب كم واحد شاف الحاجه بتاعتك دي وجي سألك وما كملش؟ لازم برضو تبقى انت عارف حاطط هدف مسبقا والكل ستيب. يعني انت لازم ترسم من الستيب، لازم ترسم حاجه اسمها يوزر جيرني اللي انت اتكلمت عليها في الفيديو اللي فات. انت لازم ترسم يوزر جيرني وتقول انه اليوزر ده هيجي عندي وبعدين هيخش على كذا وبعدين يدوس على كذا وبعدين يختار كذا وبعدين يدفع في الحتة الفلانية. ستيب وتشوف الناس بتوصل لحد فين وتمشي. تشوف الناس بتوصل لحد فين وتمشي. ده اسمه تشيرن ريت. فالتشيرن ريت ده اكتر حاجة، ده اللي انت بالظبط المفروض ان انت الناس دي دخلت معنى كده ان ولازم كل ستيب يبقى ليها معنى عندك. يعني الناس دي دخلت على الموقع يبقى الموضوع شدهم، كملت الستيب اللي بعديها يبقى الستيب اللي بعديها ليها معنى وانت وصلته للعميل بتاعك. ما وصلوش للستيب الثالثه، تعال نشوف بقى الستيب الثالثه دي الناس ما بتاخدهاش ليه، وحسنها طورها وانزل تاني شوف التحسين اللي انت عملته ده. لان انت اوريدي عندك ناس من البدايه جت. انما لو ما عندكش ناس من البدايه جت يبقى انت هنا المفروض تقلق. هنا بقى الناس اصلا ما جاتش. يعني انت حاطط بضاعه في الشارع ومحدش وقف سألك ده بكام، انت هتحس بايه؟ في حاجه غلط. يبقى لازم انت نفسك تبقى صريح مع نفسك. طيب الناس دي بعد ما دخلت وعرفت ان هي وسألوا وبعد كده ما اشتروش، قبل ما تفكر في انك انت تجيب عميل جديد لازم تسأل العميل اللي ما اشتراش انت ما اشتريتش ليه. في ناس كتير جدا وشركات كتير جدا تروح لشركات تسويق وشركات وناس ماركتنج كونسلتنتس وتقول له انا عايز ازود مبيعاتي. في مره برضو شركه كانت بتكلمني فقلت له انت عارف، بيقول لي انا بيجي لي 1000 عميل، ال1000 عميل دول مثلا بيبعتوا لي مسجات على فيه. هو عنده صفحه فبيقول لي بيبعتوا لي مسجات على البيج. خلاص قلت له اللي بيشتري منك كام؟ قال لي اللي بيشتري مني مثلا بتاع 200 300 واحد، فانا عايز ازود مبيعاتي. قلت له طيب ال 800 ولا ال 700 واحد اللي ما بيشتروش اللي بعتوا لك رسائل على الصفحه انت عرفت هم ما بيشتروش ليه؟ فسكت. قلت له طب انت عملت اي حاجه؟ كلمت الناس دي تاني؟ بعت تطلب رايها؟ فهمت هم ما بيشتروش ليه؟ قال لي لا. قلت له طيب انت اهتم
واوفر لك انك انت تهتم بالعميل اللي ما اشتراش، لانه ده اوريدي جه في حاجه عندنا اسمها كاستمر اكوزيشن كوست. كاستمر اكوزيشن كوست ده تكلفه انك انت تجيب عميل جديد. طب انا اوريدي عندي عميل، فتخيل ده هيبقى ثمنه عليك ارخص لانه اوريدي كلمك، فانت معاك الداتا بتاعته، سواء اذا كان كلمك على ماسنجر، كلمك على الواتساب، كلمك في التليفون، وات ايفر، انت اوريدي معاك رقم تليفونه. فالاسهل لك واوفر لك انك انت تكلم عميلك اللي ما اشتراش، تفهم هو ما اشتراش ليه، وتبتدي لو انت عندك مساحه في البروفيت مارجن اللي انت بتاخده انك انت تعمله ديسكاونتس، تعمل له عروض، تعمل له وات ايفر عشان تعمل له ريتنشن تاني. هو ده اللي انت تركز فيه. لما تعمل ده وتلاقي ان ده مظبوط والدنيا ماشيه تمام، يبقى فكر بقى انك انت تزود حجم العملاء بتوعك، تنفست في انك انت تجيب عملاء جداد. لما هتنفست بقى بعد كده في عملاء جداد وانت عندك البروسيس دي اوريدي، هتعرف تستفيد اكبر استفاده من العملاء الجداد اللي جم، عشان ما تجيبش عملاء جداد وتلتينهم يترموا وانت ما تعرفش هم ما اشتروش ليه. يعني انا لو نزلت بالام في بي وما حققش التارجت اللي انا عنده، هقول الام في بي نجح، انا بقيتريت الاول، بديزاين الام في بي ده ان هو ليرنبل اكسبيرينس، يعني بهتم قوي بالفيدباك زي ما انت قلت. هو الهدف من الام في بي ان احنا نجمع فيدباك، بالظبط، مش ان انا اعمل اي حاجه تاني اكتر من ان انا اجمع فيدباك، اعرف هل بنسبه قد ايه الاكسبيرينس اللي انا بقدمها والفكره اللي انا بطرحها الناس عايزاها، وابتدي ان انا احسن في كل وايه المشاكل اللي حاصله، او ليه الناس ما استجابتش، او ليه الناس ما اشترتش، وعرفت ليه، فبحسن في الام في بي وانزل تاني. فهي اتريتيف بروسس، يعني عمرها ما بتيجي من اول مره. انا لازم يعني اتعلم ايه المشكله واعدل وانزل تاني واعدل، يعني لكن ما بتجيش من اول مره. ده عندنا زي ما احنا كده في السوفت وير عندنا حاجه اسمها سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. في عندنا في البرودكت حاجه اسمها برودكت ديفلوبمنت لايف سايكل. بتبتدي هي نفس الفكره. انت بتعمل اسامبشن، تبتدي تعمل له اناليسيس، وبعدين تبتدي انك انت تعمله تيست وتجمع فيدباك. الفيدباك تمام او مش تمام، في حاجات ناقصه، في حاجات زياده، مش شرط يبقى في حاجات ناقصه، ممكن احيانا تنزل بفيدباك عشان تعرف انت هتعمل ايه، يعني ايه الجديد اللي انت هتعمله. الناس مبسوطه وتمام وزي الفل من الحاجه اللي موجوده، بس الناس عايزه اكتر. طب الناس عايزه اكتر ايه؟ انا مثلا احيانا بستخدم في البرودكتس بتاعتي لما يبقى عندي مثلا حاجات كتيره في البايب لاينز قدام، بعمل زي بخلي الناس، او زي سيرفي، مش سيرفي بس، بخلي الناس هي اللي تخش تختار انتوا عايزين تلاقوا ايه تاني بعد كده. مثلا لو انا بقدم خدمات مثلا على البلاتفورم اللي انا شغال عليه، وعندي مثلا 380 خدمه المفروض اقدمها في البايب لاين بتاعي، انهي خدمات اللي اعمل لها اون بوردنج الاول، فبخلي الناس هي اللي تخش تختار الخدمات دي احنا محتاجينها اكتر، وابتدي اعمل اناليسز للارقام اللي بتيجي، وبالتالي اقدر احدد الرود ماب بتاعتي هتبقى ماشيه ازاي. الناس هي اللي تقول لي الرود ماب بتاعتي تبقى ماشيه ازاي، مش انا مع نفسي، عشان دايما اعمل برودكت الناس حابه تستخدمه، الناس عايزه تستخدمه. احنا في الاول في الاخر هدفنا، سواء اذا كان انت صاحب شركه او برودكت مانجر، انك انت تقدم فاليو حقيقيه للناس عشان تاخد عليها مقابل. فانت لازم تبقى بنسميها كاستمر دريفن، العميل هو اللي بيحركك. طيب احيانا بيبقى العميل طالب حاجه مش مظبوط ان انا اعملها دلوقتي زي ما هو عايز. انت هنا دورك هنا بقى كبرودكت مانجر انك انت توصل للفاوندر ان ليه ده مش وقته، لان احنا عشان نعمل ده من الداتا بالظبط، عشان مش عاجبني بالظبط. بس في ناس كده انا مش شايفه صح. لا طبعا. طب انت مش شايفه صح ليه؟ انا عن نفسي انا دايما بتكلم مع الناس بقول انا رايي خطا يحتمل الصواب، وانت رايك صواب يحتمل الخطا، وفي نفس الوقت اللي بيني وما بينك الاي بي تيستنج. ايوه، يعني دايما كنت بقول ليه انه في اوروبا والدول المتقدمه لما البرودكت مانجرز بيختلفوا بيعملوا اي بي تيستنج. ايوه، نجيب يا باشا تول، وفي تولز ببلاش تقدر تخليك ان انت تعمل اي بي تيستنج. طب يعني ايه اي بي تيستنج؟ عبد الرحمن مثلا شايف انه ان احنا محتاجين يعمل جيرني او فيتشر بطريقه معينه، وانا شايف ان احنا نعمل نفس الجيرني او الفيتشر بطريقه تانية او فيتشر تانية خالص، خلاص، بس مختلفين
ان انهي واحده فينا اللي تنزل الاول، او انهي واحده فيها اللي تتعمل اساسا. فبنجيب اي بي تيستنج تول، هي بتمانج الترافيك اللي داخل على الابلكيشن، وتودي جزء من الابلكيشن على الترافيك بتاعك، وتودي جزء من الترافيك على الجيرني بتاعتك، وتودي جزء على الجيرني بتاعتي، وتبتدي ان هي تطلع لنا داتا الناس استخدمت ايه وراحت فين اكتر، وعملت تشيرن فين، عملت باونس منين، الكلام ده كله. فبالتالي بنقدر ان احنا نحدد وهو ده التراك اللي احنا هنمشي عليه. لو انا اللي رايي ما طلعش صح، انا بقيت بالنسبه لي وجهه نظر عبد الرحمن تم اثباتها. لو انا بقى زودت في انه لا، انا الناس الارقام مش غلط، فلازم نمشي دايما مع الارقام. احيانا ما تبقاش انت بتوصل انك انت تستخدم الارقام في تحركاتك، وده حاجه عندنا برضو موجوده كبرودكت مانجر اسمها برودكت سنس، او بيسميها البيرسونال جات، اللي هو الاحساس الداخلي بتاع البرودكت مانجر. بس عشان خاطر انت تبقى انتايتلد، او البني ادم يبقى عنده القدره ان هو يقول ده، انت لازم تبقى عندك خبره كبيره في المجال والسوق. وبرضه لو هتعملها في اضيق الحدود مره، مش كل مره. مم. مم. بس طيب يعني تهيألي السؤال اللي فاضل دلوقتي هو موضوع البرودكت مانجر واليو اكس ديزاينر والديفلوبر. اوكي. اعينهم امتى؟ بعد ما الام في بي ينجح ولا قبل ما؟ طب لو بعد ما الام في بي ينجح، طب انا هعمل ام في بي ازاي؟ يعني المعضله دي بقى امتى اعين مين؟ طيب، لو انت هتسالني مين نعينه الاول، فهقول لك لو هتعين حد الاول مش شرط تبقى تعينه، بس انت ممكن تجيبه از فريلانسر يعمل لك بس الحته دي، هو اليو اي واليو اكس. لان ده اول حاجه انت ممكن تختبر بيها نفسك مع العميل. انت ممكن تختبر مع العميل في حاجه اسمها كاستمر يوزابيلتي تيست، انك انت تاخد اليو اي وبتروح للعميل. مش شرط اليو اي ده يبقى فانكشنال، انت ممكن دلوقتي بروتوتايب ممكن يبقى دلوقتي على فيجما وعلى في تولز تانية. ممكن تقدر ان اليو اي اللي انت عامله ده خلاص، اولا اليو اي انت تقدر تعدل وتحسن فيه وتطور فيه وتلغي وتشيل من غير ما تتحمل التكلفه بتاعت البرمجه. وتقدر انك انت تعمل بيها ام في بيز وبروتوتايبس في لينكات، ترفعها على لينكات وتربطها برضو باناليتكس تولز خلاص، وتبعتها للناس وتخلي الناس تمشي مع الابلكيشن كانه فانكشنبل خلاص. ولما توديه ولما يوصل كل ده انت بتجمع بيه داتا من غير ما كتبت سطر كود واحد. امتى بقى احس ان انا محتاج فعلا اجيب مبرمج؟ طيب، ثانيا في النقطه دي، هو اصلا احيانا في حاجات انت في شركات بتديك برودكتس ساس زي شوبيفاي. لو انا دلوقتي بعمل اي كوميرس خلاص، انا ممكن ببساطه اخش على شوبيفاي والاقي توتوريالز موجوده على النت، وهكلم السبورت بتاع شوبيفاي هيقول لي امشي اعمل ايه خطوه خطوه لحد ما اطلع البلاتفورم بتاعي، لحد ما يبقى عندي ابلكيشن او ويب سايت طالع شغال. وفي بعض الشركات اللي بتقدم الساس سولوشنز، حتى لو انت هتعمل انتجريشنز مع ثيرد بارتي، بتبعت الانتجريشن والاي بي كي او الدوكيومنتيشن بتاعت الاي بي ايز، تبعتها للشركه وتدي له الكريدنشالز بتاعتك وهو يعمل لك الانتجريشنز من غير ما تجيب مبرمج. طيب امتى بقى احس فعلا ان انا اجيب مبرمج؟ من وجهة نظري انا، لو انت بتعمل حاجة ديب تك، لو انت بتعمل حاجة فيها تكنولوجيا عنيفة جدا، لو انت بتعمل حاجة هتخليك انك انت محتاج تروح تجيب حاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا وحاجة من هنا كتيرة، ومحتاج تبني انت حاجة تسينكرونايز الكلام ده كله مع بعض. فبرضو حتى لو هتجيب مبرمج، ما تجيبش مبرمج يبني لك فروم سكراتش. انت خلي المبرمج يجي يشتري الحاجات اللي اوريدي ريدي ميد سولوشنز. هتلاقي نفسك بتدفع حاجات بسيطه في الشهر لان هي ساس سولوشنز. هات بس حد يعمل حاجه تانتجريت الكلام ده كله مع بعض، ويفضل دايما هو موجود معاك
يمنتين الكونكشنز اللي بتحصل ما بين الابلكيشنز دي مع بعض، لو حبيت انك انت تزود، لو حبيت ان انت تعمل. انما انك انت تبني مبرمج وتجيب بقى فرونت اند وباك اند وحد مش عارف فلاتر وحد اي او اس وحد مش عارف ايه وايه، وبعدين تلاقي نفسك بتبني ديفلوبمنت تيم كامل وبتدفع في الشهر من 100 ل 200 الف جنيه مرتبات مبرمجين، وانت اصلا ما تعرفش انت بتبني ايه لمين. انزل واعمل فلوس واعمل ارقام، لان انت كلنا في at some point انت بتعمل الارقام عشان في الاخر تروح لانفستر تقول له انا حققت فاليديشن وحققت تراكشن في السوق، انا عايز انفستمنت. فانت استغل ان كل الفلوس اللي تبقى معاك تحطها في انك انت ازاي تفهم عميلك، ازاي تقدم لعميلك الفاليو اللي هو مستنيها، ازاي تحل له مشاكله، ازاي انك انت تخليه يجيلك ويجيب صحابه ويشتروا وعيلته، وازاي انك انت تبقى عندك دايما نمو في الارقام من غير ما تدفع فلوس كتير، من غير ما تشغل دماغك بحاجة غير عميلك. ما تقعدش بقى تفكر اصل الديفلوبر ما بيسلم ما بيسلمش، ما فهمش الفيتشر، فهم الفيتشر، عندنا مشكلة في مش عارف فين، عندنا مشكلة في السيرفرات، اصل الباك اند بيضرب، اصل مش عارف ايه بتحصل. ركز مع عميلك، ركز مع مشاكل عميلك، ركز في تقدر تقدم له ايه، ركز في ازاي تحقق ارقام بشكل سريع. ما تقعدش تطور في المنتج عمال على عمال على بطال من غير ما تسمع عميلك عايز ايه. حقق الارقام عشان تقدر انك انت بعد كده تروح للانفستور تقول له انا عملت كذا فيدي لك الفلوس، تقدر تكبر التيم، تقدر لو انت حابب بقى ساعتها تبيلد الان هاوس سولوشن بتاعك. بس في البدايه انت كستارت اب ما ينفعش تجيف اب فلوس، ما ينفعش تجيف اب نسبه عشان خاطر الديفلوبر. في احيانا ديفلوبرز بيبقوا شايفين انه الموضوع بسيط، بس عشان الفكره كبير وسوقها جميل وسوقها حلو وبتاع وانا هطلع لك اللي انت عايزه، هو ملوش دعوه اللي انت عايزه ده صح ولا غلط. وتلاقيه واخد منك نسبه، وتلاقيه بدا ان هو انا بقى شغال معاك بقى لي شهرين 3 وانت ما طلعتش قماش، فيبتدي يعمل لك مشاكل في دماغك، ويبتدي يهبط، ده حقيقه، ويبتدي يهبط لك معنويتك، وتحس ان في حد بيضغط عليك عشان انت ما اشتغلتش صح من الاول. وفر على نفسك، وفر على نفسك. يا اما تعرف ازاي تعمل الحاجه دي مظبوط بطريقه واحده واحده، او انت سهل على نفسك، وفر على نفسك، هات حد برودكت مانجر از كونسلتنت يبقى موجود معاك، تشتغل من البدايه، من اول يوم، من اول يوم. طب ما انا كانت افورد معيش فلوس. حلو. لو انت يعني انت معكش فلوس تدفع للبرودكت مانجر ككونسلتنت ومعاك فلوس تروح تجيب مبرمج؟ لا يعني لو انا همشي صح، لو انا همشي زي ما انت قلت ماشي، مش هجيب مبرمج من اول يوم، مش هجيب زي من اول يوم. حلو. اتعلم مانجر امتى؟ من اول يوم. لو انت مع اول يوم مش هتعرف تجيب مبرمج، اتعلم انت اتعلم انت ازاي تبقى برودكت مانجر. ادرس انت ازاي تاكسكيوت وتنفذ كانك برودكت مانجر. حاول توصل لبرودكت مانجر يساعدك كمنتور. برودكت مانجر التايتل واضح، برودكت مانجر. في ناس كتيره قوي يقول لك انا كونسلتنت، يقول لك بيزنس كونسلتنت، انا بتاع بزود لك مبيعات، انا مش عارف ايه. البرودكت يا جماعه او بروجكت مانجر، الناس بتكونفليكت برضه. ما هو البروجكت يا جماعه تاني، البروجكت مانجر ده حد تاسك اورينتد، ملوش علاقه بالله، تاسك اورينتد يعني بيبقى عنده سيت اوف تاسكس لازم تخلص في الوقت الفلاني، ملوش دعوه بالاوتكم. ان في ناس فاكراهم واحد البرودكت مانجر ده نفس الشخص. البرودكت مانجر ده حد اوتكم اورينتد. انا مش مهم عندي قد قوي الحاجه دي اتعملت ازاي على قد ما ايه اللي طالع من وراها. عشان كده بقول لحضرتك ان هي مش شرط ان هي تبقى اتعملت بتكنولوجي، ممكن تبقى اتعملت على ورقه، اتعملت بالتليفون، اتعملت باي وات ايفر، بس الفاليو اللي طلعت منها هي دي اللي انا عايزها. فانا البرودكت مانجر بيبقى حد اوتكم اورينتد مش تاسك اورينتد. فده الفرق ما بين البروجكت مانجر وما بين البرودكت مانجر، مع احترامنا للجميع. ماشي يا باشا، شكرا جزيلا. يعني اتمنى يكون الناس يعني الموضوع ده، لان دي مشكله بنشوفها كتير. يعني اللي هو يعني احنا دايما بيجي لنا الناس بعد ما تحصل المشكله، يعني اللي هو انا صرفت وعملت بتاع بقالي سنه وسنتين وبعد ما نزلت طبعا سنه وسنه ما فيش ام في بي بتاعي في سنه وسنتين، فهو كل ده ما كانش بيعمل ام في بي، كان بيحط كل فيتشرز وبتاع وينزل
عايز تقول حاجه اخر حاجه بس في النقطه دي، كان في كتاب اسمه سبرنتس بتاع جوجل ولا حاجه تانية؟ لا مش بتاع حاجه تانية. ففي كتاب اسمه سبرنتس اللي هو فيه في سام ستوريز كده عن جوجل، اللي هو فكره، اللي هو بعد كده خدوا الفكره بتاعت السبرنتس دي وطبقوها بعد كده في السكرام. فكره الام في بي ان انت لازم تنزل، فكره الكتاب كله انك انت كلها دايره حوالين الام في بي، ان انت لازم تعمل حاجه وتعمل لها تيست في 5 ايام. يعني جوجل سبرنتس. جوجل سبرنتس يعني انت تديزاين وتديفلوب وتنزل والتيست في 5 ايام بروتوتايب. طبعا ده يعني انا ما اعرفش هم عملوه ازاي، بس يا سيدي مش 5 ايام، اعملها في اسبوع، اعملها في اسبوعين، اعملها في 20 يوم، بس ما تاخدش وقت اكتر من كده. لازم تنزل تعمل حاجه وتنزل بيها وتست السوق وتجمع فيدباك في اقل من 20 يوم عشان تقدر تطور وتحسن وهكذا. هتلاقي نفسك وصلت للي انت عايزه في 2-3 بالكتير من غير ما تصرف ولا مليم. انا بس عايز اقول حته اخيره في الحته دي، لان برضو بيحصل كونفليكت ساعات. انا لو معايا بروتوتايب يو اي او واير فريمز وخليت اليوزر يتستو، ده مش معناه ان ده تيستنج للماركت فيت، ده يوزابيليتي تيست، لان انا اديته الجهاز مثلا اللي عليه البروتوتايب اليو اي وقلت له تيست ده، فهو وبديله مجموعه تاسكات، فهو بيتستو وبيقول لي ده كويس او لا، او انا بشوف بريكورد اذا كان هو عمل في خطوات قليله او لا. ففي ناس بتعمل التيست ده وتلاقي ده الناس نجحت في التيست، يبقى كده البرودكت لو طلع هينجح. في ناس كتير بتكونفليكت الحته دي. التيست ده اصلا بيتعمل بعد ما تعمل الكاستمر انترفيوز، ما بالظبط، يعني ده ملوش علاقه، ده مش بيفاليديت الماركت فيت، تنزل بيه الناس لاول مره. لا، لان في الماركت فيت انت مش انت العقده مش يوزابيلتي بس، العقده كمان الكومبيتيتورز والبرايسنج هي دي وحاجات كتير. انت اللي بتست ده ما بتدفعش حاجه. ودي فعلا انا كنت عايز هايلايت فعلا على النقطه دي، ان احسن واوقع حاجه للام في بيز يا جماعه. طبعا احنا قلنا ان في شركات حققت كذا وعملت كذا ودي طرق من الطرق ممكن وارد انها تنجح معاك، بس احسن طريقه للام في بي، او عشان نقول ان الام في بي فعلا اخد ما يستحقه، لازم يبقى فيه عمليه شراء. لازم يبقى فيه لازم حد يدفع عشان تتست الهايبوثيسيس بتاعتك او الفكره بتاعتك بشكل سليم، ان الخدمه اللي انت عايز تقدمها او الفاليو اللي انت عايز تقدمها دي الناس عندها استعداد تدفع عشانها، مش مجرد ان هي الناس حبتها، مش مجرد الناس استلطفتها، لا لازم تكون الناس جت ودفعت عليها. بس انا شايف نختم كده نختم موضوع الدفع ده. ايوه الدفع. ماشي يا شايف، شكرا جزيلا والسلام عليكم.